بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم قناة يوميات أميرة البنا. بصوا يا جماعة، من المرات القليلة اللي بقول لكم لازم تجربوا الوصفة دي وعلى ضمانتي، دي مرة من المرات دي لازم تجربوا الوصفة دي على ضمانتي. فرخة مشوية محشية بخلطة رز ما حدش بيعملها، ولا شفت حد بيعملها خالص غير أمي وبس. عايزين تتأكدوا خليكم معايا في الفيديو وشوفوا الخلطة التحفة دي، وهشوفوا كمان التسوية بتاعتها ازاي سويناها بطريقة تحفة. بصوا دايبة ازاي، دايبة طعمها خطير. خلطة الرز بتاعتها من جوه ما شفتوهاش قبل كده في اليوتيوب نهائي، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا لو جربتوها. ارجوكم جربوها، مش عشان حاجه، عشان انتوا هتكتشفوا ان الفرخه ليها طعم حلو، الرز اللي احنا عملناه ليه طعم حلو، الرز اللي هي محشيه بيه ليه طعم حلو. وما جربتوهاش قبل كده وما شفتوهاش قبل كده، وهتعجبكم جدا جدا. تمام كده. بس قبل ما تيجوا تجربوها بقى يا ريت ترفعوا الفيديو بلايك وتيجوا نشوفوا عملناها ازاي. بطلة الحكاية عندنا النهاردة هي الفرخة. طبعا دي مغسولة بالملح وبعد كده بالخل وبعد كده بالدقيق وبعد كده بمعلقة طحينة لحد ما بقت شمعة زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام كده كده ما تبقاش فيها اي ريحة زفارة. ربنا يعزكم، مكان الاخراج منضفاه مخليها زي الفل، عشان لو عايزة اكتف الفرخة منه بعد كده بعد ما احشيها اكتفه منها. عايزين تكتفوها بخيط، وهنا برضو انا كتفتها بخيط وهقول لكم ازاي علشان تشوفوها معمولة ازاي حلوة. تمام كده. هاجي بقى اول حاجة هعملها ان انا هجيب الخلطة اللي انا هتبل بيها الفرخة نفسها، عشان الفرخة مشوية اساسا. بصل ومعاه ملح وفلفل، ملح وفلفل اسود. وبعد كده بمسك البصلايه اتبلها كويس قوي بالملح والفلفل، بدعكها دعك جامد كده لحد ما احس ان هي كلها كده اتبلت بالملح والفلفل. دي بتدي للبصله نكهه جميله. تمام كده. معلقه صغيره زي ما انتم شايفين كده من توابل الفراخ، ما بزودش عشان ما تبقاش طعم البهارات هو اللي قارس في الفرخه، انا عايزه بس تبقى فيها نكهه بسيطه. تمام كده. معاها كمان رشه جوز الطيب، اللي ما بيحبهاش يا جماعه ما يحطهاش، بس ان شاء الله هي مش حرام، وناس كتير قالت ان هي مش حرام. بس اللي بيشك فيها برضو ما يحطهاش، بس هي بتدي نكهه جميله. تمام كده. وبعد كده بحط دبس رمان، ده بيدي بقى للفرخه طعم حلو زي الفرخه المشويه اللي مشتريها من بره، وكمان لون، فحاولوا تحطوه. تمام كده. بعد كده بقى باجي بتبل الاول الفرخه زي ما انتم شايفين كده، فبشيل بقى الجلده بتاعتها من فوق كده بفرغها او بسقفها، شوفوا انتوا بتقولوها ازاي. وبعد كده بمسك بحشي بقى كل حته فيها بدهنها دهان كده، كل حته في الفرخه يمين وشمال بالخلطه البصل بالتوابل دي. تمام كده اهي. بصوا يا جماعه اهي، من الجوانب من كله من جوه. انا حبيت اوريكم بتعملوها ازاي عشان تطمنوا ان الفرخه كلها اتشربت من التتبيله دي، وبعد كده يبقى طعمها حلو. ومن جوه تحت الجلد كده بحط برضو اهي. عايزه اقول لكم ريحه الخلطه دي بتبقى خطيره، يعني توابلها بسيطه جدا، لكن نكهتها في الاكل طعمها حلو جدا جدا وريحتها حلوه جدا جدا، فجربوها. وهي مش تاخد منكم وقت، هم 10 دقايق بتكونوا عاملين الاكله دي. بس التتبيله دي بنحطها للفرخه اقل حاجه ساعتين يا جماعه، عشان تبقى الفرخه اتبلت تتبيله صح. اقل حاجه ساعتين، مش اقل من كده. ولو من بالليل طبعا يا سلام، تبقى افضل بكتير بكتير. تمام كده. فبدهن بقى زي ما انتوا شايفين كده الفرخة. لو انتوا عايزين تاخدوها بقى وتحطوها على طول في الكيس الحراري كأنها فرخة بالمرتب تبقى تحفة كده حلوة، لكن احنا النهاردة هنعملها بقى بطريقة احسن. ان احنا زي ما انتوا شايفين كده ايه هنعمل خلطة رز ليها. زيت على النار، وبحط معلقة سمنة بلدي حلوة كده من اللي ريحتها بتجيب اخر الدنيا. وبعد كده ببتدي انزل. انا هنا عاملة كيلو رز لان انا هسويه بعد كده وهاكل منه، وفي نفس الوقت هاخد منه كوباية رز واحدة واحشي بيها الفرخة. اللي مش عايز يعمل الرز كمية كبيرة هيبقى كوباية رز واحدة هناخدها، واقل او كوباية الا ربع رز هنحشي بيها الفرخة. تمام كده. بس اعملوها زي ما انا عملتها كده عشان تبقى اكله متكامله. كيلو رز باخده بحمره في سمنه وزيت لحد ما كله، وافضل اقلب فيه كده لحد ما كله بيتحمر. تقدروا يا جماعه بدل ما تعملوا حشوه رز تعملوا حشوه فريك، يعني برضو ممكن تحشوها بالفريك، لكن انا حشوه الرز دي بتبقى مختلفه. تمام كده. زي ما انتم شايفين بقلب لحد ما الرز يبقى كده، وبعد كده بطفي النار. وبعد كده باجي بعصير الطماطم بنزل بيها بعد ما بكون طافيه النار، بنزل بيها وابتدي اقلب كده لحد ما احس ان عصير الطماطم الرز اتشربه كله. ده بيخلي الرز 20% سوا بس مش اكتر من كده. بعد كده بتبله بقى بفلفل اسود ورشه من الملح. النهارده انا هسقيه ميه، انما طبعا لو هتسقوه شوربه تقدروا تخلوه
تقدروا تاخدوا بالكم من الملح قصدي، علشان الملح الشوربة بتبقى حادقة، تمام كده. وبعد كده أنا الأول أهو شُفتوا بقى الطماطم اتشربت كلها إزاي، كده هو لسه ما استواش يا جماعة وتسويته بتبقى 20%، فبيطلع بقى بعد كده من الفرخة مش مبشنن زي بقية الناس اللي بتحشي الحاجة الرز بيبقى واخد سواه كامل، لأ، ده بيطلع رز مفلفل، بيطلع رز سواه مضبوط، تمام كده. وزي ما قُلت لكم عايزين تحشوه فريك تمام، بس أنا بافضّل حشوة الرز دي هتبقى خطيرة، بإذن الله هتعجبكم جدًا، تمام كده. هاعمل إيه الأول، هاخد منه بمعيار كوباية إلا ربع تقريبًا، اللي هو على قد حشوة الفرخة، تمام أهي. وبعد كده بقى هاقول لكم هنعمل إيه في تسوية الرز. هي تسوية الرز بعد كده تسويته عادية جدًا، مَيّة أو شوربة، بس طبعًا المَيّة مش أحسن من الشوربة، الشوربة بتدّي نكهة تانية خالص بس ما كانتش عندي، فهاقلّب كده وطبعًا باحط المَيّة ناقصة، يعني مش بمعيار المَيّة العادية اللي إحنا بنحطه، بنحط أقل لإن زي ما اتفقنا هو بيبقى 20% سِوَى عشان ما يعجنش ويطلع مفلفل وحلو، تمام كده. وتسوية رز عادي بقى لحد باغطّي عليه لحد ما بتتشرب، وبعد كده باوطّي النار خالص، تمام. هاعمل إيه بقى، هاعمل كبد وقوانص علشان أخلطه على الرز اللي أنا هاحشي بيه الفرخة فيبقى نكهته فظيعة. سمنة بلدي، ما احطش عليها زيت عشان عايزة نكهة حلوة، سمنة بلدي، وانزل عليها بقى الكبد والقوانص بعد ما غسلتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده وخليتها زي الفل. هابتدي أشوّحها في السمنة البلدي لحد ما لونها يتغيّر، بعد كده بانزّل معلقة صغيّرة من الفلفل الأسود، وبعد كده رشّة صغيّرة من الملح، نحاسب من الملح علشان الرز عندي ما يحدقش بتاع الخلطة، تمام كده. وأفضل بقى أقلّب فيها لحد ما تستوي. وبرضه الطريقة دي للكبد والقوانص اللي عايز يجرّبها بتبقى طعمها خطير، أحسن من أم بصل ومن أم فلفل شرايح وكده، والله الطريقة دي بتبقى خفيفة وجميلة وبتتعمل في ثواني وليها نكهة تانية. فلو أنتم عندكم كبد وقوانص وعملتوها بالطريقة دي في رغيفين عيش بلدي حلو كده هتعجبكم جدًا، تمام كده. وأفضل أقلّب فيها بقى لحد ما تستوي، وبعد كده باجي بقى على الرز اللي إحنا خدناه بتاع الخلطة، وباحط عليه الكبد والقوانص، تمام كده. طبعًا بنستعين بوالدتي في الحشوة بتاعة الفرخة، يعني هي بصراحة بتحشيها أحسن منّي مليون مرّة، ربنا يديها الصحة يا رب. باعمل إيه، أهي الفرخة زي ما أنتم شايفين كده أهي، فضّيتها ماما الأول بس من كل البصلة اللي جوّه عشان هي عايزة، إحنا خلاص خدنا منها الطعم الحلو، هي عايزة لمّا تحشي الفرخة من جوّه الفرخة كلّها تبقى كلّها كمية الرز، ما تبقاش الرز على البصل، عشان تبقى كمية الرز جوّه مشبعة للي ياكل منها، لإن بيبقى طعمها خطير، كلّه هيتلهف عليها لهف كده، تمام. بتاخد الفرخة أهي بتحشيها كلّها كده من جوّه، من ورا كده، لحد ما بتنزّلها لحد الزور من قدّام، تمام كده أهي، أهيّة. وبعد كده بتاخد بقى بين الجلد، يعني هي دلوقتي لسه بتحشيها أهي من جوّه، وبعد كده بين الجلد وبين الفرخة نفسها برضه بتحشي طبقة صغيّرة كده برضه أهي، هي بتبقى عايزة تخلّي على قد ما تقدر الفرخة محشية، وما تخافوش إن شاء الله مش هتنفجر منكم ولا أي حاجة، وهتبقى جميلة زي ما أنتم شُفتوا سواها في الأول، وهتشوفوا سواها أكتر كمان في الآخر، تمام كده أهي. آدي حشوة الرز، طبعًا ممكن تقفليها من ورا في الفتحة بتاعتها اللي إحنا منضفينها كويس أوي، لكن هي ماما بتحب تربطها عشان تبقى ضامنة إن هي هتفضل متكتفة ومحتفظة بشكلها الحلو كده بعد ما بتستوي وبتطلع، تمام كده أهي. أهو ممكن تخلّوها من هنا كده وبس، الرابطة بتبقى أسهل وبتبقى برضه أحسن، وفي الآخر بتفكوا بس الخيط ده والفرخة بتفضل بقى محتفظة مربوطة صح ومحتفظة يعني بشكلها، تمام كده. بعد كده بقى بتاخد البصلة بتحطها اللي هي التتبيلة يعني بقية التتبيلة تحطها علشان الفرخة وهي بتستوي في الفرن تبقى متطعمة من البصلة بتاعتها، تمام كده أهي. طبعًا تسوية الكيس الحراري بتبقى رائعة، مشوية بتبقى شواها حلو جدًا، طعمها يبقى خطير، أحسن من بتاعة برّه مليون مرّة. بتاخدوها بقى بتربطوا الكيس وبعد كده بتحطوه في قلب صينية، بتملوا الصينية دي بمَيّة مغلية من الكاتل، وبعد كده طبعًا الفرن أنا مشغّلاه من قبل ما أبدأ في الحشو أساسًا عشان يسخن، بعد كده باحطها في الفرن بس في الأول بافتح فيها أخرام كده علشان خاطر الكيس ما ينفجرش منّي بقى واضطر أنقلها في كيس تاني واحتاس فيها. فلازم تفتحوا كذا فتحة كده عشان الكيس لمّا ينتفخ في الفرن ما يعملش ما يفرقعش، تمام كده. على فرن 220 لمدة ساعة إلا ربع، هتطلع بعد كده باللون التحفة اللي حضراتكم شايفينه كده. بُصّوا بقى خطيرة،
طعمها والله أحلى من الديك الرومي، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. الميزة في الفيديو ده لو حبيتوا تعملوا الرز بالطريقة اللي أنا عملتها بيها يبقى لوحدها أكلة، لو حبيتوا تعملوا الكبد والقوانص لوحدها أكلة، الفرخة نفسها بالمرتة كده لوحدها أكلة، أو تجمعوهم في أكلة واحدة كده تاخدوا منها الطعم الخطير وتشرفكم في أي عزومة، وبإذن الله هتعجبكم. قناتي بقى اسمها يوميات أميرة البنا، أتمنى اللي أول مرة يشوفها يخش كده يمسك الفيديوهات كده كلها يقلب فيها، واللي ما اشتركش فيها ياريت يشترك، ودعموني بلايك وشير.